بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص. لا حول ولا قوة الا بالله. بصوا يا جماعة، احنا قلنا كتير مفيش نبات يتحط كده بالطريقة دي، كده غلط يا اخوانا. خلاص، دي شجرة خوخ، يعني مفيش حاجة تتحط كده في الأرض بالأصلية بتاعتها. احنا قلنا النبات ليه جذور وتدي، جذر وتدي بيرشع في الأرض عشان يثبت النبات، مفيش حاجة تخلعه وتجري بيه. وشعيرات جذرية مصة دي، الشعيرات الجذرية دي بيسموها الشعيرات الليفية، بتبقى عاملة زي الليفة كده اللي بنستحمى بيها. الشعيرات الجذرية دي بتنتشر في محيط النبات شمال ويمين، مسؤولة عن ان هي تمتص المية والأكل. لما انا احط النبات بالطريقة دي خلاص انا كتفته حجمته، مرة على مرة على مرة يموت عندي. طيب دي حاجة. الحاجة التانية احنا في شهر 12 الخوخ بيظهر ابتداء في اول نص واحد، يعني الخوخ المبكر زي صنف الفلوريدا بيظهر في نص واحد. الله، طب ده ظهر ليه كده؟ يعني ايه اللي خلاه ظهر بدري بالطريقة دي؟ النبات لما يبقى هزيل وجعان يظهر بدري، خاصة لما يواجه ظروف مناخية صعبة. التغير المناخي النهاردة ممكن بالنهار يبقى الجو حر وبالليل برد شديد جدا، فرق درجات الحرارة بين النهار والليل كتيرة، بقت عالية قوي. جميل. مع نبات هزيل يخليه يظهر بالطريقة دي، عامل زي واحد لما يكون متغذي خلاص واقف على رجليه حلو، لو جات شوية هوا مش هتجيبه على الأرض. إنما لو واحد هزيل وضعيف وجات شوية هوا هتجيبه على وشه، مش كده؟ برضو النبات نفس القصة. النبات لما يكون متغذي حلو واكل صح متغذي صح هيبقى واقف على رجله زي الفل. لو جات اي تغير مناخي شمال ولا يمين مش هيتأثر التأثر اللي احنا شايفينه ده، ويروح ناطر الزهر بتاعه كده بالطريقة دي. النبات الهزيل لما يتعرض لظروف مناخية صعبة بيبقى بالمنظر اللي انت شايفه ويظهر عندي بدري. طب ايه خطورة التزهير المبكر ده؟ التزهير المبكر ده بيتعرض لارتفاع وانخفاضات في درجات الحرارة، فتلاقي الزهرة ممكن ما يحصلش عادي فيها وتلاقيها سقطت وخسرت محصولك. خسرت محصولك. يبقى أول حاجة بلاش اللي احنا بنعمله ده ونكرره تاني، ده غلط. لا نزرع شتلة بصفيحة ولا بقصرية ولا بكيس، كل ده غلط يا جماعة. يعني الجزئية دي نخلي بالنا دايما منها.